لا ده برو، ده المدفوع. بس على التليفون من جوجل عادي بينزل المجاني، وفي حاجات حلوه يعني، في برضو كل الداتا. فعلا المجاني موجود فيه كل حاجة برضه. اه موجود برضو المجاني في كل حاجه. انا دلوقتي طب يا ريت لو جاتلي حد بس منزله يبقى يسيب اللينك بتاعه على الجروب بس بعد اذنك يعني. مفيش مشكله. شكرا. دلوقتي انا عايز اعرف تخانه اي ماسوره. احنا موضوع السؤال كان ايه؟ كانت ماسوره نص بوصه. هدخل هنا اهوت على السايز. فين النص بوصه؟ النص بوصه اهي. كانت سكيدول كام؟ السكيدول اهوت 40. انت عندك سكيدول من اول 5 اس لحد اكس اكس اس، اللي هو اكسترا سترونج. التخانه هنا كام؟ 2.77. اقل من 10 ولا لا؟ اقل من 10. تعالى بقى نشوف التايب and the number of tests required. اولا لازم نعمل فيجوال اكزامينيشن، ده كلام ما فيهوش نقاش. طيب هحتاج عينه بنت وعينه روت، صح كده؟ حد يرد عليا صح؟ ايوه، واحده فيس بند ورود بند بس. بالظبط. يبقى انا كده المفروض اخلي اللحام يلحم كام عينه؟ عينتين هندسة. بالظبط، عينتين. لحد كده احنا بنجاوب غلط. تمام. ليه بقى ما كملناش السؤال؟ المهندس احمد كان بيقول نص بوصه في وضع ال6 جي. الكود قايل لك بقى هنا نوت حلوه قوي تحت. قال لك to qualify using positions 5G or 6G. لو انت هتأهل لحام في الوضع ال 5G او ال 6G، محتاج total of 4 bend specimen. محتاج 4 عينات مش 2. حلو الكلام. تمام يا هندسه. السؤال ده من ألأم وأخبث الأسئلة اللي ممكن تتسأل في انترفيو حرفيا. يعني هو كده لازم تتلحم 4 عينات؟ لا احنا ما قلناش تتلحم 4 عينات. ما هو هنا بقى دي النقطة التانية. انا ما قلتش تتلحم 4 عينات، قلت هناخد 4 عينات. هناخدها من ماسورة، من ماسورتين، من 3، لسه هنشوف دلوقتي. بس احنا محتاجين كام عينة؟ تمام. 4. هناخدوهم منين بقى؟ الله اعلم. اه. لسه هنقوله دلوقتي هناخدوهم منين. فبرضه عشان الناس طيب تمام. بتتلخبط، ان اول ما تشوف عينة تتوهم ان دي ماسورة. انا مش هاخد الماسورة كلها كده هعمل لها عينة، انا بقطع من الماسورة. ايوه اكيد. بالظبط. معلش، ما النص بوص عشان اطلع منها عينه هطلع منها مش هينفع اطلع منها 4 عينات. ايوه اهو بقى اللي انت قلته ده بالظبط الكود بيقول عكسه. انت برنس هندسه، ربنا يبارك لك. اتفضل. انت ماشي. كده الله قلت يخليك. الحاجه اللي انا عايز اقولها. الكود بقى بيقول عكس ده تماما. فين بقى الكلام ده يا معلم في ازاي؟ الكود؟ هنجيبوه، اه. احنا ورانا حاجه. تمام. تعالى بقى ايه، احنا كده عرفنا الاول احنا محتاجين كام عينه. 4 عينات. هناخدوهم بقى من كام ماسوره؟ تعالى نفتح الفيجر كيو دبليو 462.3 ده. ادي اهو الراجل هنا بيشرح لك، بيقول لك هتعمل ايه بالظبط. ما يشغلنيش الكلام ده كله. عايز ابص على النوت اللي تحت دي. بيقول لك ايه بقى؟ if the pipe being tested is equal to or less than nominal pipe size 1. يعني اي ماسورة هتختبرها قطرها 1 بوصة او اقل من 1 بوصة، هنعمل فيها ايه؟ قال لك these specimens cut into quarter sections. هنقسمها 4 تربع. معلش يا هندسة عشان النت قطع بس عندي في الحتة اللي فاتت دي بعد مفيش م... الأربع عينات. بعد ال4 عينات قلنا بقى هناخد ال4 عينات دول منين؟ من كام ماسورة؟ ما نعرفش احنا لسه. قلنا هناخدها لسه. انا قلت قلنا لحضرتك ان احنا هناخدها 4 مواسير، قلت لي لا، انت قلت اللي انا عايز اجيبه وهنشوف. اهو هنشوف بقى، احنا دلوقتي بنشوف بقى.
تعالى شوف معانا. تمام. النومينال بايب سايز، الكود بيقول لك ايه؟ لو البايب اللي انت عملت لها تيست بتساوي او اقل من البوصه، ايه اللي المفروض اعمله؟ قال لك العينات ديت تتقطع 4 ارباع، وتاخد تمام. كل ربع تعمل له تيست. يبقى طبقا من للكود انا نص مش محتاج غير بوصة ماسوره واحده أقل من بوصة. اعمل لها تيست. لو انا هعمل لها بنت، هتجيب بقى انت منين ضاي يشتغل على 2 سم؟ انا ما اعرفش بصراحه. يعني الكلام ده هيتطبق ازاي في ارض الواقع انا ما اعرفوش. بس هو الكود قال، يعني الكود، هو الكود الكود قال قال كده، ماشي. وانت في الانترفيو هتجاوب اجابه الكود. يعني هو يهم أكيد. المهندس اللي هو بيعمل لك انترفيو يشوفك عارف تدور ولا لا، عندك المعلومه ولا لا. يعني سمعتها تطبق بقى، ما تطبقش احنا حرين. تمام. حلو الكلام. دي تمام. كانت التفصيله اللي انا كنت عايز اوضحها بخصوص السؤال ده، يعني حبيت اجاوبه بتفاصيله. تسلم بصراحة يا هندسة. الله يبارك لكم يا جماعه. نخش بقى النهارده ايه في موضوعنا. طب هندسة أنا آسف على المقاطعة، بس هي اتفضل. بره الموضوع شوية. إحنا ممكن نصلي العشاء لأن هو العشاء دلوقتي وجب، ونرجع تاني ولا هتبقى صعبة؟ طب هو الاذان اذن ولا لسه؟ والله أنا عندي في المنيا قد. مش عارف، انا الحقيقه هيبقى في صعب. البحيرة لسه ما نزلش. اه، لان انا اصلا النت عندي بعافيه شويه، فانا خايف اصلا النت يفصل. طيب تمام، مفيش أي مشكلة، حضرتك كمل وإحنا إن شاء الله هنخلص وبعدين نصلي. معلش اعذروني يا جماعه. لا لا، مفيش مشكلة يا هندسة. نبدا النهارده ان شاء الله باذن الله في ابسط حاجه وامتع حاجه في كود ازمي، هي الولدر بيرفورمانس كواليفيكيشن، تاهيل اللحامين. تاهيل اللحامين ده مفيش مهندس فينا يعني ما بيتعرضلوش تقريبا كل يوم. يعني انت كل يوم ممكن يجي لك لحام عايز يعمل تيست. فدي حاجة أساسية لازم احنا نبقوا محترفين فيها في عمايلها. طبعا مش عايز اقول محترفين في ضربها لان ده حرام. على الاقل محترفين في عمايلها. ده حقيقي يا هندسة. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، لما اجي اأهل لحام قبل كده ما اعمل اي حاجة خالص لازم اأهله على WBS. يعني دي قاعدة كده لازم تتعمل. واحنا دلوقتي معناش لحامين هنأهلوها، بس اللي انت عملته تحت في ارض الواقع المفروض هتترجمهولي هنا في الورقة دي. هي ورقة واحدة بس. فلو انت أهلت تحت على WBS اكيد هتبقى كاتب لي كده WBS نمبر بتاعتك كام. اكيد لو انا ما لقيتش WBS في الشهاده هعرف ان انت ما اهلتش على WBS، وده مخالف للكود، فالشهاده دي بالنسبه لها هتبقى ساقطه والراجل ده ما تاهلش. فلازم ان انا ابقى مأهل لحام على WBS. ما ينفعش اجيب له عينه واقول له يا ابني خد اشتغل الحم، ايه ده انت عديت يوتي، الله انت كده خدت الشهاده. مفيش الكلام ده. فدي اول حاجه لازم تعمل. الحاجه التانية في الباراجراف بتاع الشهاده لازم يبقى انت كاتب لي السيرتيفيكيت نمبر. احنا لسه دلوقتي يا جماعه مش هنتكلم على الفاريبل والرينج واي حاجه، احنا بنتكلم على محتويات الشهاده. لازم يبقى فيها السيرتيفيكيت نمبر دي، رقم الشهاده ده كام. يعني المفروض يبقى انت ليك تسلسل انترنال ان الشهاده رقم 362 بتاعه الراجل ده، انا كاتب طبعا اي اسم. لازم تكتب له الكود اللي انت مؤهل عليه، الاديشن بتاعه كام. الاسم لازم يبقى موجود، والولدر ايدنتيفيكيشن ودي لازم تبقى موجوده. يعني ما ينفعش، ودي اللي بتتكتب على الجنطه يا جماعه. انا لما باجي بستلم جنطه من لحام
بكتب اسمه من براد او جونتا تتعمل لحام، بيتكتب اسم رقم الاي دي بتاع اللحام عليها. يعني لو اللحام ده رقمه اتش 50 تكتب جنب الجونتا ده اتش 50، وبتتسجل عندك انت كانسبكتور او كمهندس جودة ان الجونتا في الولد ماب اللي كانت رقمها 20 عملها اللحام اللي الاي دي بتاعه اتش 50، علشان لو لا قدر الله حصل حاجه في الجنطه دي اثناء التصوير ابقى عارف مين اللي لحمها واعرف احاسبه. طالما هشتغل تصوير لازم كل جنطه يبقى مكتوب جنبها مين اللي لحمها، علشان لو حصل مشكله في الجنطه دي اعرف اجيب اللحام اللي عملها واحاسبه. تمام؟ ده مين اللي بيكتبه؟ انت تمام. اللي بتكتبه. كل الحاجات دي انت اللي بتعملها، انت حر. يعني انت في الشركة عندك سمي ود الايديهات براحتك، بس طبعا ما ينفعش في شخصين يبقوا نفس الاي دي. يعني ما ينفعش اتش 763 ده يبقى مع لحام اسمه علي ولحام اسمه محمد. طب لما تطلع مشكلة هحاسب علي ولا محمد؟ طبعا البوزيشن، طبعا السيرتيفيكيت ديت، واشهر معلومة ان الشهادة بتتجدد كل 6 شهور. اخر سيرتيفيكيت دي كانت 12/1/2025، يعني الشهادة دي اكسباير. انا قاصد ان انا احطها بالتاريخ ده. فدي مهمة جدا برضه. اول ما تمسك الشهادة في حاجات لازم تعمل كده. التاريخ لازم تتأكد ان التاريخ وزن رينج. يعني احنا في شهر 11 ما ينفعش تجيب لي شهادة من شهر 4. يا هندسة معلش، اتفضل. هو لازم كل 6 شهور تتجدد ولا ممكن طالما هو شغال في نفس المشروع عادي تكمل للسنة؟ هات اللي يثبت، هات اللي يثبت ان هو شغال. اللي يثبت ان هو ال- شغال يبقى البرودكشن ويل. يعني هات لي كده بالظبط. تقرير. انت مش لازم تعمل له شهادة. انت لو معاك شهادة بس معاك تقرير ان الراجل ده شغال وعدى يو تي، خلاص، ما هو مكتوب في الريبورت التاريخ. اللوج والجوينت بتاعتي بيبقى فيها مثلا كل جونطة مرقمة بتاريخ كذا، في اللحام الاي دي بتاعه كذا، في الويلد لوج بتاعي بيبقى متسجل موجود ان كام الجونط اللي اتلحمت خلال اليوم مظبوط. واللحامين اللي خلاص، انت كده مش محتاج تعمل له شهادة جديدة. انت عادي بس اه غير التاريخ وخلاص، اوتوماتيك، طالما فيه ما يثبت ان الراجل ده ايده في الصنعة تمام. طيب وبيعدي يو هندسه، تي. هل الفيجوال ريبورت هو انف يعني عشان تسوي تعمل مش الفيجوال، اليو تي ريبورت. يو تي او ار تي؟ مش الفيجوال ملوش علاقة، لا. انا عايز يو هل تي او ار تي. الازمنه هل الازمنه يمشي يعني ذكر هالشيء هذا؟ ما ذكر شيء انه لازم رينيول مع الار تي. مش سامعك. الازمنه ما ذكر انه لازم يكون في ار تي ريبورت او يو تي ريبورت، بخصوص صح؟ ايه؟ بخصوص الرينيوال كواليفيكيشن للويلدرز. امال ايه اللي هيثبت ان هو كان شغال؟ الفيجوال ريبورت ايضا يثبت انه شغال. ايه بقى اللي هيثبت ان الجونت اللي هو بيعملها ديت اكسبت ديوتي او ار تي خاليه من العيوب؟ انا بعمل البرفورمانس كواليفيكيشن ده عشان اشوف ان اللحام ده بيعمل لي الساوند ويلد. الساوند ويلد ده اللي هو لحام خالي من العيوب. انا هعرف منين ان اللحام ده خالي من العيوب؟ من الفيجوال بس. طيب يا هندسه، هو احنا هنا على الار تي، احنا خلاص هو مستمر معناته اول لحام البيرفورمانس تمام، اوكي، هو انا استمر كلاينت. بعمليه اللحام. تمام، انا دلوقتي كلاينت مع حضرتك، انت المقاول وانا الكلاينت بتاعك، ماشي؟ نعم نعم. وانت عندك لحام اسمه علي. طيب انت قلت لي ان علي ده لحام 10/10 ومؤهل. انا هقول لك انت عملت له يو تي او ار تي، اهلته ازاي؟ هتقول لي عملت له بند، هات لي البند ريبورت. هتقول لي عملت له ار تي، هقول لك هات لي الار تي ريبورت. انا ايه اللي ضمني ان انت ما بتضحكش عليا؟ طيب انا ككلاينت انا بالاساس انه لازم اغلب الكلاينت ويتنس للبيرفورمانس كواليفيكيشن للويلدرز، لا، لو هو انا بقى يكون مش، الموقع. لو انا ما كنتش ويتنس اليوم ده، لو انا ما جيتش اليوم ده،
وانا بيعطيه ويتنس. هو اه بتقول ايه؟ قول سامع. احنا القصد انه خلال بعد 6 اشهر 6 اشهر احنا ما اخذنا له ار تي بس خلال اول شهر اخذنا ار تي. بعد ال6 اشهر احنا ما اخذنا ار تي، اخذنا فقط في افايلبل مثلا الفيجوال ريبورت. في حاجه بقى اسمها البرودكشن تيست، بشوف اللحام اللي شهادته قربت تنتهي، بشوف الخط اللي هو بيلحم فيه واصور له جنطه وارفقها مع شهاده مع الشهاده، يا اما بيبقى فيها جدول بجدد فيه التاريخ، يا اما بعمل شهاده جديده. صح كده يا مهندس محمود؟ بالظبط. بس هو الازمه ما ذكر انه لازم يكون في ار تي او يو تي ريبورت، هاي النقطه اللي بدي اركز عليها. هو لازم يكون في ايفيدنس. ايوه لازم يكون في ايفيدنس، وانت عندك هات لي اغلبيه دليل ان الشغل. هو عدى بس. تجيب بقى ريبورت، انا احضر ويتنس. شوف انت هتجيب لي الدليل ازاي؟ طيب معلش يا هندسه، هو في الاي دبليو اس دي 1.1 بيقول ان لازم برضو تاريخ الشهاده يتعدل كل 6 شهور بميكانيكال تيست، فميكانيكال تيست او وفي نون الازم ديستراكتيف. كده وفي الازم كده. بس هو المهندس بيتكلم في نقطة الريبورت ولا لا؟ لا هو بيقول لك ما يثبت ان الكود بيقول كده، فهو الكود فعلا بيقول كده في لا، الازم في بيقول في كده، في وفي الاي دبليو اس دي 1.1 بيقول كده برضه. وفي الازم موجود، في الازم موجود. ما بقول في هنوصلوا لها، الازمي وفي هنجيبوها مع بعض. طيب تمام. احنا بس دلوقتي بنستعرض محتويات الشهادة، لسه ما دخلناش في الكود. تمام. طيب يا هندسة، سؤال أخير. هو لو 6 شهور اللحام ده شغال فعليا، اه طيب لو هو أصلا ما اشتغلش في الفترة دي، يعني مثلا قعد 3 شهور ما اشتغلش خالص أصلا، اه بتفضل برضه 6 شهور هأهله بعد 6 شهور، ولا الموضوع بينزل لو اللحام مش شغال؟ يعني المدة دي بتقل لو اللحام مش شغال؟ لا، مش سامعك بتقول ايه. يعني ال6 شهور دول ممكن مم. المدة دي بتقل لو لا لا، اللحام ما ما كانش بتقلش، أصلا لا لا، ما شغال في بتقلش، الفترة هي دي؟ 6 شهور 6 شهور. لا، هي هي زي 6 شهور هو الرخصة كده. شغال أو زي قاعد؟ الرخصة. انا طلعت لك الرخصة بسنتين، سقت فيهم سقت، ما سقتش، هي كده كده شغالة معاك السنتين. بس بعد السنتين هتنتهي، وتعالى اعمل واحدة جديدة. لو انت ما بتسوقش هتسقط في اختبار السواقة. انما لو انت رجلك دايرة وبتسوق كل يوم، هتعدي اختبار السواقة وانت مغمض. هي الفكرة كلها كده. تمام. كانت دي المحتويات بتاعت الفقرة بتاعتنا. لو جينا بصينا برضه على الفاريبل بصة سريعة كده، هنلاقيها ان هي بتتكلم على بيز ميتال، فيلر ميتال، بالكلاسيفيكيشن بالسبيسيفيكيشن بتاعتها، بالاف نمبر، بالديبوزيت، والبوزيشن. دول اهم محتويات الشهاده، الباقي كله هيبقى نوت ابليكابل. طبعا يهمني جدا الفيرتيكال ويلدنج، اب ولا داون، والبولاريتي. ننزل تحت الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ان انا بكتب لك ان الفيجوال اكزامينيشن اكسبت، وبكتب لك ان الريبورت نمبر كان تي 122. فلما انا ابقى كلاينت عليك، لازم اشوف في الشهاده رقم الريبورت اللي انت اهلته بيه، لازم تبقى موجوده لو انت اهلته ريبورت. وساعتها هقول لك هات لي الريبورت اللي هو تي 122 ده. هتقوم حضرتك جايب من الفايل بتاع التيست اللي عندك الريبورت اللي رقمه تي 122، ابص عليه اشوف فعلا اللحام عدى ولا لا. طب في افلام هندسه الريبورت ده ولا ايه؟ ايه؟ في افلام ار تي؟ اه طبعا. اي غير ار تي بيبقى فيه افلام. ولازم يبقى اسم اللحام موجود، ولازم الكلام اللي مكتوب على الفيلم يكون مطابق للشهادة يعني. رقم شغلانة ما تضربش كده الجنطه وخلاص، لو قررت تضرب اضرب يعني صح. بتبقى، ايوه ما هي بتبقى ده رقم جنطه برقم اه لحام ايوه، فما تعكش، ب... لان برضه هقول لك هات لي رقم الجنطه، وهجيب لك بقى الفيجوال ريبورت، وهنفضل نلف حوالين بعض لحد لما اعرف اجيب لك غلطه. فامشي عدل احسن. تعالى بقى نفتح الازمه مع بعض ونتكلم واحده واحده بقى. انا اختصرت الويلدر كواليفيكيشن في 6 بارتات، غالبا تأهيل اللحامين مش هيخرج براها. اول حاجه هي التست ريكوايرد، ودي خدنا جزء منها في اجابه السؤال اللي احنا اتكلمنا فيه في اول المحاضره. انا التست ريكوايرد عندي
يا اما فيجوال يا اما ار تي يا اما ميكانيكال. وهنتكلم برضو على الكومباينيشن اوف ويلدر، ان الجنطه الواحده ممكن يلحم فيها اكتر من لحام، وان الجنطه الواحده ممكن اللحام الواحد يلحم فيها اكتر من بروسيس. وهنتكلم على الريتست، الحاجات اللي محتاج فيها ان انا اعمل تيست من جديد، وامتى الشهاده تنتهي، وامتى اسحب من اللحام الشهاده واحطه بلاك ليست. هنتكلم على الدايمتر كواليفيكيشن، اللحام اللي يلحم ماسوره كام بوصه تاهله لكام بوصه. هنتكلم على اف نمبر، اللي يلحم باف نمبر كام يقدر يلحم لاف نمبر كام. وهنتكلم على البوزيشن، اللي يلحم على بوزيشن ايه يقدر يلحم على بوزيشن ايه. نيجي كده مع بعض في التست ريكوايرد في الولدر. السكرين واضحه يا جماعه قدامكم؟ واضح يا تمام. هندسه. واضحة دي. شكرا. التست ريكوايرد في الولدر 3 حاجات. انا اي لحام في الدنيا هيجيلي هعمل له حاجه من دول. الفيجوال ده اساسي لازم يحصل. الاند تي ممكن اعوضه بالبند، والبند ممكن يتعوض بالاند تي. تعالى نتكلم على الفيجوال. الكود بيقول لك ايه؟ before cutting bend specimens blade coupon must have all surface visual examined according to QW 194. قبل ما اعمل بند لازم السطح بتاع العينه والعينه نفسها تكون متفيجوله كويس. متفيجوله كويس يعني ايه؟ قال لك هشرح لك الكلام ده في الفقره دي. والبايب نفس الحوار برضه، وهشرح لك الكلام ده في الفقره دي. طب تعال نخش على الفقره 194. ال 194 اهي بتقول لك البرفورمانس تيست كوبون shall show no cracks and complete joint penetration with complete fusion of weld metal and base metal. يعني لا يكون فيها كراك، ولازم تكون عامله بنتريشن بشكل كامل وفيوجن بشكل كامل. اهي يعني ما ينفعش عينه زي دي تخش بند تيست او يتعمل لها ار تي، صح؟ صح. ما ينفعش برضه حاجه زي دي تخش. هي اصلا ما ينفعش حاجه زي دي تتعمل يعني، بس فرض انها اتعملت ما ينفعش تخش. فدي كانت الفقره بتاعتنا. يبقى احنا كده عرفنا الفيجوال، لا يبقى فيه كراك وتبقى الجنطه كومبليت بنتريشن وفيوجن. طيب تعالى الجزء الثاني الخاص بالان دي تي في كيو 302.2. بيقول لك ايه بقى؟ الكلام اللي احنا قلناه في اول المحاضره، ان volumetric NDT may be used for qualification as allowed in في الفقره كيو دبليو 304 وكيو دبليو 305، وان المينيمم لينس بتاعي يكون 150 مللي. احنا بنتكلم على الان دي تي. بالنسبه للمواسير الان دي تي لازم يغطي الماسوره بشكل كامل. بالنسبه للسمول ديامتر ممكن نستخدم مالتيبل كوبونز، ممكن نستخدم اكتر من عينه بشرط انها ما تتخطاش ايه؟ الاربعه. طب انا بقى عملت الان دي تي، عملت العينه يو تي مثلا او ار تي وطلع فيها شويه بروستي، اقبلهم ولا ارفضهم؟ قال لك الاكسبتنس كرايتيريا بتاعتك في كيو دبليو 191. هنخش على كيو دبليو 191 نشوفوا ايه الوضع ده.
ادي اهوت كيو دبليو 191 اهو. كواليفيكيشن تيست ويلز. انا عندي دايما الانديكيشن يا اما لينير يا اما راوندد. حد يديني كده مثال لللينير. زي كراك. زي الكراك وانكمبليت بنتريشن، انكمبليت فيوجن، بالظبط. سلاج انكلوجن. طيب الراوندد الجاز بور والبروستي بالظبط. والورم هول. الكود هنا عامل لك تصنيفه حلوه، انا حاططها في تيبل سهل وواضح بدل الكعبله اللي موجوده هنا دي. يعني الكعبله دي انا حاططها هنا. مقسمها لك ازاي بقى؟ الانديكيشن تايب يا اما لينير يا اما راوندد. الترمينولوجي بتاعه كراك ولا حاجه تانية. وكاتب لك هنا السيكنس اوف بيز ميتال والاكسبتنس، لان الاكسبتنس بتاعتك بتعتمد على السيكنس وهنشوفه. يعني البليت ال10 مللي الكرايتيريا بتاعتها مختلفه عن ال20 مللي. الكراك طبيعه الكراك مختلف عن اللاك اوف فيوجن وهكذا. فانا لو عندي لينير انديكيشن وكان كراك في اي تخانه اني ريجكت فور اول لينز، اي كراك مش مقبول في اي تخانه 2 مللي 10 مللي 60 مللي، اي كراك مش مرفوض مقبول مش مقبول. طيب الاذر كمان 15 دقيقة تقريبا. ماشي نخشه تاني. اي حاجه تانية بقى غير الكراك. قال لك الاذر لو السكنس اوف بيز ميتال اقل من او يساوي 10 مللي، اذا كان العيب اكبر من 3 مللي فهو مرفوض. تاني، لو انا عندي لاك اوف فيوجن ظهر وانا كنت شغال على بليتة 10 مللي او ماسوره تخانتها 10 مللي، جيت اقيس اللاك اوف فيوجن ده لقيته معدي 3 مللي، مرفوض واللحام ده ساقط. 3 مللي طول يا هندسه ولا عمق؟ لينس 3 مللي طول. لينس. طب لو التخانه ديت من 10 ل 57 مللي، يعني لو انا عندي تخانه 30 مللي، قال لك هنا يا باشا لو اللينس بتاعها اكبر من تلت التي، نرجع للمثال اللي احنا قلناه، لو انا التخانه عندي 30 مللي تلتها 10 مللي، يبقى انا لو انا لقيت عيب عند لينير طوله اكبر من 10 مللي مرفوض واللحام ده ايه؟ ساقط. واضحه الحته دي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك استاذ، هذا الطول تاع العيب مجموع ولا عيب واحد فقط؟ مش سامعك. طلع عيب في المثال تاع اقل من 10 مللي. هتكلمك مجموع العيوب يا هندسه ولا عيب واحد بس؟ لا مش مجموع، المجموع تحت اهوت لسه هنقوله، مش المجموع لا. صح. لو انا بقى عندي تخانه 60 مللي اكبر من ال 57 مللي، قال لك مقبول لحد لما العيب طوله يوصل 19 مللي، بعد ال 19 مللي مرفوض. النقطه بقى اللي الباشمهندس كان بيسأل عليها اللي هي الاجريجيت، مجموع العيوب اللي موجوده في الجنطه في اي تخانه لو بتساوي التي في طول 12 تي تبقى مرفوضه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا لو عندي تخانه 10 مللي هاجي على حته 120 مللي طول، اشوف فيها لقيت فيها كميه عيوب اكتر من ال10 مللي
يبقى اللحام ده ساقط معايا. دي كده كل حاجه تخص اللينير. عندي تاني الراوند. تاني يا هندسة معلش بعد إذنك الحتة اللي تاني قعدت نديها الحته لكم دي بتاعت المجموعة دي بعد إذنك. معلش قلنا بعد اذنك استاذ. مفيش مشكله. عندي دلوقتي عينه 10 مللي. حلو. ولقيت فيها 4-5 لاكاتو فيوجن، بس حاجات صغيره. عايز اشوف اللاكات ديت تسقط اللحام ولا لا. اعمل ايه؟ قال لك تقيس بالمتر 12 تي، يعني لو التي دي 10 مللي تضربها في 12 يعني 120 مللي. تقيس بالمتر كده 12 سنتي، تشوف فيهم كام عيب. لو مجموع العيوب ديت عدى ال 10 مللي اللي هو تخانة البليتة، يبقى اللحام ده سقط معاك. وضحت؟ مفهوم. تمام يا هندسة. شكرا. تمام يا ريس. ماشي. نخش على النقطة اللي بعدها اللي هي الراوندد، زي البروستي، زي الورم هول، زي الجاز بور. في أمثلة كتير قوي من الراوندد. راوندد يعني مدورة. أول بارامتر معانا هي التخانة برضو. لو التخانة أقل من 3 مللي وطول العيب أكبر من أو يساوي 1/10 من التخانة، فهي مرفوضة واللحام مرفوض. لو التخانة من 3 ل 6 مللي وطول العيب 4/10 مللي، اللحام يسقط. لو التخانة من 6 ل 50 مللي وطول العيب 8/10 مللي، اللحام يسقط. لو التخانة أكبر من 50 مللي وطول العيب 1.5 مللي، فاللحام يسقط. يعني تقريبا كده أي بروست هتلاقيها تسقط اللحام. ريح نفسك. ما فيهوش تولرنس يعني. هنا هو بيقول لك اهو الماكسيمم بيرميسبل دايمنشن اوف راوندد سايز از 20 مللي من التي او 3 مللي. اقصى راوندد ممكن تقابلها هتكون 3 مللي. هنا بقى بيقول لك حاجه حلوه قوي. لو انت عندك تخانه اقل من ال 3 مللي، اشوف كام بروستي عشان اسقط اللحام. هو كده كده احنا هنسقطوه، يعني احنا لو شفنا بروست ملي هنسقطه، بس هو قال لك يا عم هنمشي بالكود عشان ما نظلمهوش. لو التخانة اقل من 3 مللي ما ينفعش تلاقي 12 بروستاية موجودين عندك في 150 مللي الحاجة. يعني الراجل العينة بتاعته لو لقيت فيها 12 بروست صغيرين قوي تسقطه. طبعا لو لقيت واحد هسقطه، بس انا هو الكود بيقول كده. تمام. فوق هندسه في التيبل اهوت في الراوند 1/10 من التي. لا طب ما يعني احنا هنا بنتكلم على النمبر، العدد بقى. 1/10 من تحت عدد. يعني لو هو اقل من 1/10 من التي حتى، بس عددهم 12 هسقطه برضه. يعني ده رقم مش هتشوفه. اصل 1/10 من ال2 مللي ده كام؟ ده هو احنا اصلا بنشوف الملي؟ يعني احنا بنفضل كده نفتح عينينا بالكشاف عشان نلمح بروست ما بنلاقيهاش. بالظبط، هو ده اللي انا بتكلم فيه يعني. ما انا بقول لك ده بافتراض يعني ان احنا عرفنا نشوف ال1/10 تي ده هيبقى عامل ازاي. فاحنا هنا اهو اتكلمنا على الان دي اي، واتكلمنا على اكسبتنس كرايتيريا اللي في فقره 191 اللي هي دي، اللي هي الفقره دي. بس طبعا زي ما انت شايف شكلها عامل ازاي. هو الكلام اللي احنا قلناه كل ده اللي هو التيبل ده. طب يا هندسة بعد إذنك سؤال يا هندسة. اتفضل. هو أنا دلوقتي أنا هسقط اللحام عشان لو اللحام بتاعه في أي بروستي، هو اللحام ممكن يعمل إيه أصلا يسبب إن هو يجيب بروستي؟ يعني فعل اللحام نفسه بعيدا بقى عن السلكة فيها رطوبة أو أي حاجة من هذا القبيل.
مثلا رفع ايده زياده عن اللزوم. انت عارف طبعا ان الارك لينس مهم تمام. جدا في اللحام، فانا زودت الارك لينس، بعدت عن الشغله، وارد يخش اهو. والترافل سبيد برضه لو انا شغال مثلا جماو والغاز مش مظبوط، وارد يخش هوا لو اقل من اللازم، وحتى لو ازيد من اللازم هيعمل لي تربلنت فلو، فهيدخل هوا. يعني التربلنت فلو اصلا هيعمل له بروستي. ففي حاجات كتير قوي اللحام ممكن يعملها يجيب بها بروستي. ولو شغال في اوبن اريا برضه. انا اكيد طبعا مش هختبر اوبن اري، بس هو لو زود لا، تيست الغاز. اللحام بيبقى ليه دروه بنعمل فيها التستات، اه تبقى ما كابينه متقفله. هأمن نفسي يعني، عشان يبقى برضو التيست فير يا جماعه. احنا برضو يعني ايه، لازم نبقوا موفرين للحام كل السبل ان هو يلحم لحام كويس. يعني اجيب له عينه نظيفه ومتنضفه، ادخله على مكنه نظيفه برضه، اوفر له السبل ان هو يطلع لحام كويس. انا مش هنا مش جاي اعجزه او ابين له ضعف اقول له لا انت عامل فيها لحام، طب اهو ما اديك صار. انا جايب لحامين عشان يشتغلوا معايا، فدايما اوفر له وهيئ له السبل. هو بقى وشطارته، ايده صنعته هي اللي هتحكم. الجزء بقى بتاع الميكانيكال تيست ده احنا شرحناه في الاول، اللي هو الخاص بالكيو ده ب 452، وازاي بنحدد العدد، والبوزيشن 6 جي ليه كام عينه، والكلام ده كله ايه اتشرح في الاول. فده كان الجزئيه دي اللي هي تيست ريكوايرد. تعالى بقى نخش على الجزئيه الاورنج دي بتاعت الكومباينيشن اوف فلتر. جزئيه من احلى الجزئيات. التيست كوبون ممكن يتعمل فيها حاجه من 4. ايه هما؟ اول حاجه سنجل وولدر سنجل بروسيس، لحام واحد يخش يلحم العينه من فوقها لتحتها. يعني مثلا في الصوره هنا عندي عينه 8 مللي هلحمها كلها جتاو، بروسيس واحده. لحام اهو اسمه احمد اي 200 مثلا، ده الكود بتاعه، دخل على عينه لحم ال 8 مللي كلها جتاو، دخلت على عينه تانية سماو لحمها كلها سماو. دي سنجل وولدر سنجل بروسيس، لحام واحد دخل لحم الجنطه كلها. حلو الكلام؟ الصوره واضحه؟ تمام. واضحة. الحاله التانية سنجل وولدر مالتيبل بروسيس، عندي عينه 20 مللي، برضو اللحام بتاعنا كان اسمه احمد، بس المره دي غرس 8 مللي وكمل 12 مللي عادي. بتوفر عليا يعني بقى. تعال نرجع كده، بدل ما المهندس يلحم 8 مللي لوحدهم جتاو ويجيب عينه تانية يلحمها سماو، لا انا ممكن اجيب عينه واحده 20 مللي الحم ال 8 مللي بتوع جتاو واكمل على 12 سماو بنفس اللحام عادي، والكود بيسمح بالكلام ده. فين الكلام اللي هو الكود بيسمح بيه ده؟ نجيبه 305 اهو. بيقول لك اتش ويلدر اور ويلدنج اوبريتور. مين الويلدنج اوبريتور ده يا جماعه؟ ده اللي بيشغل المكنة في ساوي. اللحام الساوي. الساو. حلو الكلام. قال لك shall be qualified within limits given in في الفقره دي for each welding process he will use in production weld. قال لك الويلدر او الويلدنج اوبريتور ممكن يؤهل by making test with each welding process، بكل بروسيس لوحدها، سواء كان فيلت او جروف ويلد or with combination of welding process in single groove weld. يعني انا ممكن اشتغل لكل تيست لوحده ببروسيس لوحدها، وممكن اعمل كومباينيشن. كومباينيشن ايه؟ في سنجل جروف ويلد تيست، عينه واحده بس هعمل فيها الكومباينيشن، اوفر على نفس العينتين دول والشغل ده كله. واضحه؟ تمام. تمام.
الحالة التالتة مالتيبل ويلدر سنجل بروسيس، هدخل 2 لحامين يلحمهم في جنطة واحدة في تيست واحد. ازاي؟ عندي عينة 30 مللي وعندي لحام اسمه احمد ولحام اسمه مصطفى. هدخل احمد يلحم سماو 60-10 مثلا، يغرز 15 مللي، ومصطفى يدخل يكمل ال 15 مللي التانيين دول، سماو برضو 70-18. يبقى انا كده دخلت مالتيبل ويلدر، 2 لحامين بيلحموا نفس البروسيس اللي هي سماو. طب واحد يقول لي هندسه ما هو كده مش فير برضو. ازاي؟ افرض الراجل اللي غرز ده ما بيعرفش يلحم، وجينا نعمل بعد ما عملنا التيست، عملنا يو تي، لقينا في لاك اوف فيوجن في الغرز. انا كمصطفى الراجل اللي كيبت بقى ذنبي ايه؟ يعني اسقط ولا ما اسقطش؟ قال لك تسقط برضه. يعني احمد اللي يغلط وانا اللي اسقط؟ فدي وحشه الكومباينيشن. الكود سامحها وانت ممكن تعملها وبتتعمل على فكره في المواقع، بس خلي بالك من النقطه دي. طب النقطه دي موجوده فين يا هندسه؟ اهي في الكود اهي. قال لك failure of any portion of combination test in a single test coupon is failure of entire combination. يعني اي فشل في جزء من العينه دي يعتبر فشل في العينه كلها.